العراق ينضرب به المثل بالفشل العالمي. شوفوا هذا الفيديو وشلون صرنا فرجة للي يسوى والما يسوى. تكتشف، خد بالك من كلمة تكتشف، انه على ارضها قاعدة عسكرية اسرائيلية. هذا ما لم نسمع به من قبل. يعني بقى قاعد كدولة ليا حدود وليا سيادة وليا جيش وليا شعب وليا اعلام، يقول لك لا اصله كان في قاعدة اسرائيلية. مش كان فيه. وحتى قراءة هذه الاخبار ما زالت القاعدة موجودة، قاعدة اسرائيلية على ارض عربية. مش دي القضية. القضية ان الدولة العربية قد اكتشفت انه في قاعدة عندها، ومش قاعدة قريب، دي قاعدة بقالها شوية. قاعدة بقالها قد ايه؟ من قبل الحرب الإيرانية، وهي قاعدة بسلطاتها، بغنوجها، بعساكرها، بموسادها على أرضها. وقال لك اصله انت ممكن تشوفها ازاي؟ قال لك صدفة كان في واحد رايح جنب. مع الأسف العراق يصرف مليارات الدولارات على الأجهزة الأمنية وعلى كل شيء للتجهيز العسكري وكل شيء موجود بالعراق. عندنا فلوس وعندنا نفط، لكن العراق فاشل بكل شيء حرفيا. فشلنا بالصناعة، وفشلنا بالزراعة، وفشلنا بالتعليم، وفشلنا بالصحة، وفشلنا حتى بإنتاج مجتمع راقي. خلينا نقول مجتمع انه شويه نفتخر به. كل شيء ماكو بالعراق، فشلنا بكل شيء. وانا من احكي وانتقد باي شيء راسا يقولوا لي انت ضد العراق، وانت لازم يا جماعه ما نطمطم ومن مكيج الامور. احنا دوله فاشله يا جماعه، احنا ناس فشله. فشلنا 23 24 سنه صار الحكم، والقبل همين النظام فاشل. احنا دوله فاشله، احنا دوله غير منتجه، احنا دوله نفطيه، احنا دوله غنيه، احنا دوله بموقع راقي، لكننا فشلنا يا ناس. احنا فشله، لازم ننتقد، لازم نصحح من وضعنا. اذا نبقى نقول احنا زينين والوضع زين، هذا الشيء غلط. العراق فاشل امنيا، فاشل اقتصاديا، فاشل سياسيا. ما عندنا اي امان، ما عندنا حريه تعبير عن الراي، ماكو حقوق انسان، السجون كلها تعذيب، البريء ينحكم. احنا بلد فاشل يا ناس، ما عندنا مستشفيات، كل شيء ما عندنا بالعراق براسه خير، ماكو شيء نفتخر به عراقيين. ما يصير نسكت، ما يصير، لازم ننتقد. كافي تنتقدون، اي واحد ينتقدكم، اي واحد ينتقد تقول له انت تابع لفلان جهه. كافي يا عراقيين، شويه اصحوا، شويه اصحوا. دام انت انتقد، اذا انت تخاف انت لا تصير ويا الحكومه على الناس. دمرنا والعراق تدمر.